محدش لعب اللعبه دي غير المصريين. المصريين لعبوا الكهرباء قبل حتى ما ينسوا نكتشفها، وده مثبت في كل الكتب. انا كنت من اوائل اللي لعبوا كهرباء في جيل، لدرجه ان انا اتكهربت فعلا. مع اي لعبه لازم يبقى لها عناصر. انتوا متخيلين عدد الفولتات اللي ممكن تطلع في اي جيل قد ايه؟ لم يدر بخلد توماس إديسون أو نيكولاي تسلا عندما اكتشف الكهرباء أن المصريون سيستخدمونها بشكل مغاير كعادتهم مع كل شيء. تشير المصادر القديمة أن لعبة كهرباء شد الكوبس من أشد اللعبات خطورة على الأطفال، ورغم ذلك انتشرت بين ربوع مصر في وقت قياسي ولم يطر في طريقها أي عائق. هنقف قدامها ازاي يا ساتر؟ انتوا متخيلين عدد الفولتات اللي ممكن تطلع في اي جيم بيتلعب توصل لقد ايه؟ لم أدرك أن للكهرباء استخدامات أخرى غير تلك التي نعرفها في الإضاءة وتشغيل الأدوات أو المحركات. جملة شد الكوبس دي أنا بعتبرها محاولة لغوية أخيرة لإنقاذ اللعبة واللاعبين من خطر حقيقي وحاضر بين كل عناصر اللعبة. في وثائق الضوء الشارد لو كان رفيع بيه لعب كهرباء مع وهب السوالمي كانت كل المشاكل الطبقية اللي بينهم اتحلت. الأدلة اللي قدامنا بتقول إنه اللعبة فعلا خطر، ده أمر ما فيهوش جدال، إنه ما فيش خطورة بدون متعة وما فيش متعة بدون خطورة. المشكلة إن إحنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هل نقدر نستفيد من لعبة زي دي ولا لأ؟ العدالة مسألة شائكة في التاريخ الإنساني، تسببت في حروب وأزمات على مدار عمر البشرية في الأرض، تخطت كونها الأمر الشائك الذي يتسبب في كل ذلك، متخطيا أبعاده الجيوسياسية أو الاجتماعية، حتى وصل إلى ألعاب الأطفال وبشكل عادل لاختيار اللي فيها. مفيش مره كنت انا اللي فيها وزعلت ابدا، بالعكس انا ده كنت بعتبره زي تمرين بدني بيساعدني ان انا اكون قوي ومرن عشان اجيب بطولات لبلدي. بس انا في النهايه يكفيني ان انا لما بقف قدام المرايه اشوف نفسي. يمكن تبان بعض مسائل التنمر في عملية اختيار اللي فيها، وده يمكن حتى كمان بيبان في أغنية كيلو بامية وبالذات في المقطع الثاني بتاع الأغنية القطة العامية. نتكلم على القطة العامية، نتهم هذا الكائن الرقيق وده كمان أعمى في الحالة دي، نتهمه إنه سرق القميص الإنجليزي. التكنيك اللي بيتم بيه اختيار اللي فيها في لعبة الكهرباء هو التكنيك الأكثر شفافية وعدالة في التاريخ، وحتى مش موجود في الانتخابات الأمريكية. بالطبع هناك خيارات أخرى لاختيار اللي فيها تمتلكها كل ثقافات العالم، كمثلا هناك طوبة وراء مؤسس الثقافات الأمريكية، فأنا لا أدري من أين أتيتم بفكرة أنكم الوحيدون الذين تمتلكون التكنيك الأكثر شفافية في مثل هذا الأمر. تشير بعض الدراسات الصادرة عن مراكز أبحاث تتبع جامعات دراسية أن المجهود المبذول في لعبة الكهرباء قد يوازي الجهد المبذول في بعض اللعبات الأخرى إن لم يتخطاه في بعض الأحيان. محدش لعب اللعبة دي غير المصريين، فبالتالي ما كانش ليها أي تنظيم دولي خالص، وعلى المستوى المحلي نسيوا يعملوا أي اتحاد أصلا. مين قال إن مفيش تمثيل دولي؟ لا طبعا فيه. مش عارف بس أكيد فيه. لا، العالم يخسر كتير والبشرية تخسر أكتر لو ما لعبوش اللعبة دي، وألعابنا عموما كمصريين. وأنا بقى مستعدة إن أنا أعلم أي حد أجنبي يلعب اللعبة دي، وهحاسبه بالمصري مش بالدولار. لا أعتقد أن هناك ألعابا شبيهة للعبة الكهرباء في العالم. كما قلت لكم، نحن نستخدم الكهرباء في استخداماتها المتعارف عليها. ربما يكون التكنيك متقارب مع لعبة أخرى، لكن لا يمكن لأي شخص في العالم أن تأتيه الجرأة لاختراع لعبة كهذه اللعبة. لا، أنا اتدربت على إيد أفضل المدربين، كابتن سعيد تنسيون، كابتن سعيد النوري. لا، دول الكهربائية عندنا هنا في المنطقة تحت. هو أنت بتترعش كده؟ حادثة قديمة يعني، أتذكر في أيلول 98 كنت واقف وقايل كهرباء لحد لما جالي حد عشان يشد الكوبس، والمفاجأة كانت إن هم 4 جم شدوا الكوبس مرة واحدة وما كانش فيهم ولا واحد أرضي، فاتلبس. ممكن نفكر في تغيير اسم اللعبة لو كان هو ده السبب اللي هي مش منتشرة عالميا، خصوصا إن أنا من الأول كان رأيي إنه جملة شد الكوبس دي خطر جدا. آلاف العمليات التي تمت لشد الكوبس وتحرير من تمت كهربته أثناء عملية اللعب، ورغم هذا لم يستفد أحد من هذا العمل سوى الأطفال
والأطفال وحدهم. إذا تم تدويل اللعبة فاللاعبين المصريين هيكون ليهم اليد العليا على جميع المنصات، نظرا للخبرات الكتيرة اللي اكتسبوها على مدار عقود من اللعب المتواصل. خد يد حساب، انت جبت الفلوس اصلا يد؟ لا 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 لا، هي اللعبة مناسبة للجنسين سواء ولاد أو بنات، لأنه النطق ما فيهوش مشكلة، ولا الكهرباء ولا شد الكوبس. انا اعتقد ان انا اخر واحد في جيلي شد الكوبس. ويبقى السؤال: هل تسمع النداءات ويلتفت العالم إلى لعبة طالما أسعدت الملايين ولم يستفد منها أحد؟